ايه واقف صح كده ولا كده؟ تمام ولا كده تمام يعني ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله خفينا من التهاب العصب السابع اللي عمري ما كنت سمعت عنه. نمت 3 ساعات صحيت لقيت نفسي على الحال ده، يعني اللي بالمناسبه هخرج برضو من مضمون الفيديو بتاعي نص دقيقه كده عشان انصح نصيحه عشان ما احسش في اللي انا شفته. احنا طول عمرنا بيتقال لنا ما تخشش من ساقع لسخن ولا من سخن لساقع ولا تنام زعلان. انا ما اعرفش ايه اللي حصل، يعني نمت 3 ساعات صحيت لقيت نفسي مش قادر اتحكم في نص وشي الشمال، لا شفتي ولا خدي ولا حواجبي ولا حتى عيني ما كانتش بتبربش معايا، عيني الشمال دي ما كانتش بتقفل. حتى عند النوم كنت بقفل عيني بايدي عشان عينيها تقفل معايا عشان ما تفضلش مفتحه طول الليل واللي يعدي يتفزع من منظري. فالنصيحه الصغيره بس اللي هو ما حدش يطلع من تكييف على حر او يبقى في حر ويخش على التكييف فجاه، وما تنامش زعلان يا ابني. المهم خرجت من الموضوع ده، لبست نظاره بس والله شكلها حلو، شغاله صح شغاله والله. المهم بدأ الموسم الجديد، بس احنا بالنسبه لنا كاهلاويه الموسم الجديد بيبدأ مع اول ماتش للاهلي، وطبعا كله لسان حاله يا ترى يا هل ترى مين المساكين، مين الباكين، مين هيلعب 6، مين التمانيتين او هنلعب ب8 و10، مين التسعة الصريح وهكذا. انا كل اللي عايزه بس ان الناس ما تاخدش الموضوع على انه رهان او قمار او تراهن هيلعب بفلان، القصه مش كده خالص. حضرتك هتتخيل تشكيل وحضرتك هتتخيل تشكيل وحضرتك هتتخيلي تشكيل وهكذا، ولا واحد فينا غلطان. كلمة يمكن قلتها قبل كده في بوست ما قلتهاش في فيديو، ان الادارة الفنية بتاعت الماتشات بالنسبة للمدير الفني بتبقى عاملة زي الفيديو جيم، زي لعبة بابجي كده مثلا. قبل ما تبدأ الجيم بيبقى عليك تختار السلاح اللي هتلعب بيه. من ضمن كل الاسلحة اللي في اللعبة دي بيبقى عليك سلاحين او 3 بالكتير تقدر تنزل تلعب بيهم الجيم وبشوقك. هل هلعب بسلاح قناص، هلعب برشاش، هلعب بسكينة، حسب الاستراتيجي اللي انت عايز هتقضي بيها الجيم ازاي. العيب بس انك تكون هتلاعب واحد ماسك رشاش وانت تقرر تلعبه بسكينة. كل ما في الموضوع ان انا قررت امسك السلاح الفلاني لاني هلاعب فرقه عندها سلاح فلاني في الحته الفلانيه، فلازم اواجهه بالسلاح الفلاني في الجبهه بتاعتي الفلانيه. فهتلاقي في اوقات المدرب هيضطر ما يلعبش بالنجم اللي الناس شايفاه هو نجم الفرقه، وهضطر اشرك حد تاني من العناصر اللي عندي عشان اواجه بيها العنصر اللي في الفريق التاني. فلازم نكون متفقين على ده مع بعض من الاول عشان ما نمسكش في خناق بعض ولا نمسك في خناق المدرب. قعدنا نشتم في مدربين ونمسك في خناقهم انه ما بيلاعبش فلان وفلان، والمدرب ده لما مشي اللعيبه نفسها اللي كانت الناس بتصوت انه ما بيلاعبهمش اللعيبه دي كمان مشي، والاداره الفنيه الجديده قررت ما تعتمدش عليهم ومشي. فبسم الله الرحمن الرحيم هنمسكها واحده واحده كده مع بعض من اول حراسه المرمى لغايه مركز 9. نيجي عند حراسه المرمى، هل المدرب اللي لسه جاي يمسك الفرقه جديد هيقدر يخش في صدام مع حارس المرمى بتاع الفرقة اللي بقاله 10 سنين تقريبا وكابتنها؟ انا عن نفسي اشك ان الراجل ممكن يجازف ويخش في صدام من اولها كده عشان يدي فرصة لشوبير، اللي كلنا شايفين ان شوبير احق بعد الاخطاء الكتيرة اللي اتكررت، ويمكن في اخطاء بتتكرر هي من الشناوي. هل هيغير الشناوي ويلعب بشوبير؟ انا عن نفسي اتمنى ده. الباك الشمال بقى واللي حصل فيه انا مش قادر افهمه. بعد رحيل معلول ما بقاش حيلتنا الا كريم الدبيس، فهل ينفع ادخل الموسم وانا عندي باك شمال واحد بس؟ وبعد كده سمعت ان الاداره بتفاوض باك شمال سيراميكا كليوباترا محمد شكري، ففرحت قلت تمام الحمد لله كده هيبقى عندنا 2 باكات شمال. مش هينفع اخش الموسم بباك شمال واحد مهما كان انت تتفق او تختلف على مستوى الباك الشمال اللي جاي، هو اعلى من اللي عندك ولا اقل من اللي عندك ولا اعلى من معلول ولا اقل من معلول. المهم يبقى فيه عمق في المركز، يبقى عندي 1 و2 و3. فوجئت ان هم مشوا الباك الشمال اللي عندنا كريم الدبيس، فانت كده فين المشكله اللي انت حلتها؟ قلب الدفاع عندك ياسر ابراهيم وداري وياسين مرعي اللي احنا جايبينه جديد واحمد رمضان بيكهام واحمد عابدين ومصطفى العش. 6 مساكين هيتخانقوا على مركزين. المركز اللي انا شخصيا ما بحبش ابدل فيه كتير لان التناغم اللي بيبقى ما بين الاتنين ده مطلوب، ولازم يلعبوا جنب بعض وقت طويل عشان يتفاهموا مع بعض اكتر. لكن انا شخصيا عندي مشكله كبيره مع الخط ده بالكامل اذا كان الاتنين المساكين بالاتنين الباكات اللي هيلعبوا جنبهم، الا وهي ان مفيش حد فيهم تحسه قائد للخط، ليدر يقدر يخلي الكرة تحت رجله في حاله ان احنا هنلاعب مدرب هيقرر يضغط علينا من نص ملعبنا. مين في الاربعه اللي في خط الظهر ان كان الاتنين الباكات بالاتنين المساكين يقدر يمسك الكرة تحت رجله زي ايام ما كان عندنا محمد عبد المنعم وعلي معلول ناحيه الشمال؟ 2. مش عايز كل الخط يبقى ليدر او قائد او عنده شخصيه، انا عايز واحد على الاقل في خط الدفاع من الباكات والمساكين، واحد بس يقدر يخلي الكرة تحت رجله في حالة ان احنا مضغوطين قوي، يقدر يخلي الكرة ويقدر يتصرف فيها ويشاور لده يتحرك كده ويشاور لده يروح كده
ويخلي حد من الستة او التمانيتين اللي بنلعب بيهم يشاور له ينزل عشان يسلمه، عشان نسند على حد ونخرج، يليد الموضوع ده، يليد النقطة دي تبقى مهمته. فلو هنحتاج واحد كوير في المركز ده، فإلى حد ما هو بيكهام أنسب واحد للموضوع ده، رغم أخطائه الساذجة ورغم الخطأ الساذج اللي عمله في جون بورتو الثالث فينا، الجون اللي جه من كورنر، هو اللي تسبب في الكورنر من كرة ميتة، وهو اللي كان ماسك الواد اللي حط فينا الجون الثالث، كان ماسكه سابه يبعد عنه بتاع مترين 3 كده، وبعد كده قرر يطلع معاه، بس خلاص كانت خلصت. فيبقى عندك مساك كوير ومساك جنبه عتال بتاع خناقات، فلو عتال وخناقات يكون ياسر ابراهيم، ده بتبقى مهمته ان هو ماسك مركز 9 بتاع الفريق اللي قدامنا، ضله طول الماتش. انما في الطلوع بالكوره هتبقى مسؤوليه المساك التاني اللي هو بيعرف يلعب كوره، لكن طبعا هي حبذا لو الاثنين بيعرفوا يلعبوا كوره. اليمين محجوز لمحمد هاني رغم اخطائه ورغم مشاكل انا شخصيا معاه، انما بنحس بغيابه لما بيغيب عننا بنتلطم. مركز 6 اللي حتى الان ما عندناش فيه غير ديانج لغايه ما مروان يرجع، هيكون عندنا ديانج ومروان عطيه، وقول كمان احمد رضا ممكن نوظفه في المكان ده. لكن اللي شاف الحلقه الاخيره بتاعتي قبل ما البس نظاره، او يعني بمعنى اصح اخر حلقه ليا من غير نظاره، وقفت عند نقطه ديانج دي بالتحديد، ورغم اقتناعي بيه التام وقدراته الخارقه، الا ان عنده مشكله خطيره في موضوع استلام الكرة من الاثنين المساكين، ويا ربي ما عداش ماتش ولا التاني وراح عامل الغلطه اللي انا اتكلمت عليها في الفيديو في ماتش الملعب التونسي، في الماتشات الوديه اللي كنا بنلعبها في تونس، في ماتشين وديين اتذاعوا، ماتش الملعب التونسي الجون الوحيد اللي دخل فينا جه من غلطه ديانج، شوفوه في الفيديو كده. والله يا عم ديانج، انا لما بقول على لعيب عندنا في مشكله في الحته الفلانيه بقول المشكله وانا بقول يا رب اطلع غلطان، انما حضرتك فعلا نفس المشكله متكرره معاك من قبل ما تحترف، لكن انت عملت معايا واجب جامد عشان تطلع كلامي صح، وانا نفسي كنت بدعي ان اطلع كلامي غلط. لعيب بكل الامكانيات اللي عنده دي، انما عنده اكبر مشكله هتواجهها مع اللعيب اللي هيلعب على الدايره عندك، قوه موجود، افساد هجمات موجود، حتى نقل الهجمه من ملعبنا للفريق التاني موجود. لكن هي المشكله الوحيده اللي انا بقول عليها دي، وهي مشكله مش قليله، فانت هتحلها بان انت هتعتمد على حد تاني من المراكز التانيه اللي هي 8 أو 10 يستلموا من المساكين ويسلموا ديانج يكون بوشه للملعب، انما هو اللي يستلم من المساكين بوشه ويبقى ظهره للملعب ووشه للشناوي مشكله. ما ترجع يا عم شوف الفيديو اللي فات، مش هتلاقي مثلا المشكله دي عند مروان، بس هتلاقي ديانج متفوق على مروان في حاجات تانيه كتيره جدا. احمد رضا والعمق في الاسكواد، دي النقطة اللي بنتكلم فيها دايما، لازم يبقى عندك عمق في السكواد. ليه الناس دايما كانت معترضة على وجود كريم ندفد في القايمة عندنا؟ وليه دايما كنت تلاقي المدربين يقول لك لا انتوا هتمشوه ده، لا خلوه، كل ما نجيب مدرب جديد نيجي هنستغنى عن ندفد يقول لك لا خلوه، لما يتفرج على كريم ندفد في فرقة تانية يقول لك لا هاتوهولي، اقطعوا اعارته ورجعوهولي. هو ده العمق في السكواد، انا عندي اللعيبة في المركز الفلاني 1 و2 و3، دايما كان بيبقى كريم ندفد ده رقم 3، ان مش هينفع يبقى القايمه عندي فيها مثلا بن شرقي وتريزيجيه ثم مفيش، لا لازم يبقى عندي بن شرقي وتريزيجيه وحسين الشحات، يعني يبقى في حد في العمق، لان مثلا في حاله فقدان واحد من بتوع 1 و2 مين اللي هيبقى البديل بتاع اللي موجود في الملعب؟ فلازم يبقى في حاجه اسمها عمق في السكواد، ده اللي عامله احمد رضا في مركز 6 عندنا في الاهلي في الوقت الحالي. التمانيتين هنلعب بتمانيتين، بسم الله الرحمن الرحيم كده، في واحد فيهم محجوز لمحمد علي بن رمضان، شكرا، سواء هتلعب ب2 تمانيات او هتلعب ب8 و10 محجوز والله خلاص مفيش بعتنا نجيب لما يجي هنبقى نكلمك. التمانية التاني بقى من هنا لغايه ما امام يرجع يكون زيزو، بس زيزو بتاع ماتش بورتو. الجناح اليمين متوقف برضو على عوده امام رجع زيزو هيروح ناحيه اليمين، امام لسه ما رجعش زيزو هيبقى هو التمانية التاني، زيزو بقى التمانية التاني، طاهر هيبقى هو اليمين. طاهر، ايوه طاهر، انت سمعت صح، هو طاهر. حضرتك انت السكواد الفشيخ بتاعك ده كده ما فيهوش الا 2 بس اللي بيلعبوا ناحيه اليمين، طاهر وزيزو، واللي يقول لك غير كده يبقى بيضحك عليك، مفيش حد في الاجنحه بتاعتنا دي كلها يوجد اللعب ناحيه اليمين غير ال2 دول، اسمع تاني كويس، طاهر وزيزو. ناحيه الشمال بقى هتلاعب حد عنده الشيبي وعنده عبد الرحمن مجدي او عنده صديق جوله، فانت هتبقى محتاج تريزيجيه. هتلاعب حد ناحيه اليمين بتاعته عايز تدوس على وشها، هتلعب ببن شرقي. مركز 9 ما فيهوش رغي كتير، هي فرده نايمه وفرده قايمه، ولو اني مايل اكتر ناحيه محمد شريف، عايز استغل حاله الثقه والفوقان اللي هو فيها اللي ظهرت في الماتشات الوديه اللي لعبناها.
اتمنى ان اكون زودتكم حيره عن الحيره اللي انتوا فيها اصلا واللي انا فيها حتى الان، لان في كل مركز فعلا في واحد واثنين وثلاثه وانا محتار ابدا بمين واركن مين. مش غرور والله، بس انا فعلا حاسس ان انا زودتكم حيره اكتر، لان انا لسه حتى الان محتار. ويا رب يكون ريفيرو استفاد من الفيديو بتاعي لو متابعني. اتمنى برضو مخرجين الماتشات يشدوا حيلهم معانا شويه، ما لقاش لعيب جايب جون ورايح يجري على الدكه رايح يسلم على حد، وقبل ما يكون خلاص الاقيه قطع الكاميرا على الجماهير وما عرفناش اللعيب ده كان بيجري على مين. اتمنى الجمهور ما يبقاش قاعد ورا الجون والكاميرا اللي في النص جايبه مدرجات فاضيه وسامع بس صوت جماهير. الحكام والفاولات، الحكام والفاولات، الماتش بيقف كتير جدا، والعياده اللي بتتفتح في الملعب كل ما جون يصد كرة خطره. السيت اب اللي الحراس بتوعنا نازلين بيه ان هو يصد هجمه خطيره يروح قالع الجوانتي وواقع في الارض ويقعدوا يعملوا له عمليه الزايده في الملعب بعد كل هجمه خطيره يصدها. ما اعرفش الموضوع ده، انا ما بشوفش في اي حته في العالم. طبعا احنا بنشوف حاجات عندنا في الكوره ما بنشوفهاش في اي حته في العالم، بس الحته دي بالتحديد اكتر حاجه مثيره بالنسبه لي. حتى لو 90 دقيقه بتوع الماتش يا سيدي مش بالكواليتي بتاع بره، بس خلوا حتى على الاقل 90 دقيقه يتلعبوا. هنلاقيها منكم ولا من الحكام؟ الحكم اي لمسه فاول، اي لمسه فاول. خلوا حتى على الاقل 90 دقيقه يتلعبوا. لما اي لمسه للعيب بياخد فاول، اللعيب خلاص بيبقى معتمد على ده، بيخش قدام اللعيب ويروح عامل كده هو مستني الحكم يصفر. خلوا حتى على الاقل 90 دقيقه يتلعبوا. نتكلم تاني بعد ما نتفرج على ماتش الاهلي ان شاء الله. الاهلي وحشنا قوي. يلا باي باي.